تحب ولي أمرها وإمامها الأعظم، ومن واجبها أن تدعو له بالتوفيق والنجاح. منها كذلك أن تعينه على القيام بواجبه، فالإعانة لها أشكال كثيرة، تدله على الخير، تعينه عليه، تجمع الناس حوله، إذا بدت بوادر الفتنة تطفئ الفتنة إلى آخره، تحب إعانة ولي الأمر، تكره من يريدون الخروج عليه، وتساعده في قتال ما يسمى بلغة الفقهاء الأقدمين البغاة، وما نسميه نحن الآن بالمشاغبين أو الثوار، أو ممكن نسميه حتى بالإرهابيين بلغة العصر. إذن خارجين. نعم كل الذين خرجوا عن الجماعة، فمن واجب الأمة أن تساعد إمامها الأعظم لوضع الحد، يعني يتصدى لهم الجميع. صح، يعني يتصدى لهم الجميع. ولا يجوز تكملة سيد الباشا بناء على القانون الحرية العامة مادة 121 وما يليها، تفرقوا وإلا سنستعمل القوة، تفرقوا وإلا سنستعمل القوة، 3 مرات تفرقوا وإلا سنستعمل القوة. علاش ممنوع؟ حنا تنقول الدستور، تقول لك القرار ديال هذا الشيء هذا راه ممنوع. هذه القضية الأخيرة راه غير تضيعوا وقتهم هذو، راه غير تضيعوا وقتهم، لأن حنا فاهمين وعارفين شنو كيعني جلالة الملك. جلالة الملك الإخوان جا قبل الدستور، راه جا هذه 4 القرون. يعني جلالة الملك، جلالة الملك الإخوان جا قبل الدستور، راه جا هذه 4 القرون. من نهار اللي هذه الأسرة العلويات ولات الرئاسة ديال هذه البلاد، بلا دستور، بلا حقوق الإنسان، بلا حتى شي حاجة، بالبيعة. وهذه البيعة راه ما زالت موجودة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء. وهذه العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية، اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو اللي قالها لنا. ولكن كذلك الطاعة في المعروف. فكرة البيعة التي تتنافى مع شكل النظام السياسي في المغرب وفي الدستور. النظام في المغرب هو عبارة عن ملكية وراثية، يعني أن الحكم ينتقل من الأب إلى الابن دون الرجوع إلى البيعة. فلم نسمع يوما أن القصر طلب رأي الشعب في اختيار الملك الجديد. إذن البيعة هي مجرد غطاء ديني وهمي لتسهيل انتقال السلطة وإخضاع الشعب بقوة السلاح والدين. كلنا يعلم أن البيعة في الشريعة الإسلامية لا علاقة لها بالملكية المطلقة المتوارثة، فالخليفة يتم اختياره عن طريق الشورى إلى حين انتهاء مدة حكمه، أو إلى حين ظهور عجزه وفشله عن تسيير البلاد، ليتم اختيار خليفة للمسلمين بالتشاور وليس باختيار ابنه وليا من بعده. والملكية المطلقة هي حرام بإجماع العلماء، وهي مخالفة صريحة للإسلام. بخصوص يعيش الشعب المغربي هذه الأيام حدثا عظيما من أحداثه الوطنية الكبرى، حدث تربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلاه الله على عرش أسلافهم العميد، وهي مناسبة تتأكد فيها أواصر الولاء الدائم والتلاحم العميق بين الشعب والعرش، مناسبة نستحضر فيها جميعا ذلك النظام الشرعي الأصيل، البيعة. فما هي معالم هذا النظام في شريعتنا الإسلامية؟ وما هي خصوصياته في تاريخ المملكة المغربية الشريفة؟ وما علاقته بإمارة المؤمنين الحامية للوطن والدين؟ لمناقشة هذا الموضوع والتوسع فيه يسرني أن أستضيف لكم السادة العلماء. فيكون المغرب قد جمع بين طريقتين رائعتين من طرق تنصيب الإمام. نعم. فيكون المغرب قد جمع بين طريقتين رائعتين من طرق تنصيب الإمام. ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله
إذ يعبرون عن ألمهم بفقدان رمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن، ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بإكملها. يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن. نعم. فيكون المغرب قد جمع بين طريقتين رائعتين من طرق تنصيب الإمام. نعم. فيكون المغرب قد جمع بين طريقتين رائعتين لسليل الدوحة الشريفة. كلما حلت ذكرى عيد العرش المجيد يعد دليلا جليا على الأصلة الدينية والرابطة الروحية والوشيجة القوية التي تجمع عرشا وشعبا في نطاق البيعة الشرعية المتأصلة باستمرار، والتي تتمثل فيها الطاعة الواجبة لأولي الأمر في الإسلام كما أمر بها عز وجل. وفود ممثلي مختلف جهات المملكة ستتقدم لتجديد الولاء لأمير المؤمنين أيده الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، وبحضور فخامة رئيس الرموز الماسونية. ألا يأمر الإمام بمعصية، هذا هو الشرط الأول، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ألا يأمر الإمام بمعصية، هذا هو الشرط الأول، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني